بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في احتفالية رحيل محمد صبري النهاردة جمهور الزمالك بيودع محمد صبري في احتفال عالمي. فعلا جمهور الزمالك جمهور حساس، جمهور بيحب لاعيبته، بيحب ناديه. والنهاردة كانت أحلى حاجة حصلت في المباراة، اللي عملوه قبل المباراة وأثناء المباراة لمحمد صبري، الله يرحمه ويحسن إليه. بسرعة بقى كده عشان نخش في تفاصيل المباراة. الشوط الأولاني الزمالك بيلعب، أنا اللي هي تعليق بسيط أو ملاحظة بسيطة بس، أنت بادئ كويس قوي مقعد عبد الله السعيد بره، وعارفين إن محمد إسماعيل مصاب وخارج التشكيل، ماشي. بدأت بحسام عبد المجيد والونش، وطبعا يحسب لك موضوع محمد عواد ده. عندك 2 ديفندرات لعبت بمحمد شحاته ودونجا، وعندك 2 على الاطراف فتوح وعمر جابر. عندك قدامهم بيلعب احمد شريف، ليه احمد شريف مش عارف، وحاطط ناصر ماهر ناحيه الليفت ليه مش عارف، وحاطط سيف الجزيري راس حربه، وحاطط اخوان بزيره. طب زي ما اخوان بزيره شغال الناحيه دي، خلي في ناحيه زي ما انت نزلت كده شيكوبانزا ونزل وقعد يفرك ويلعب وبتاع وضيع واحده وضيع واحده تانيه. اذا ما تحطه من البدايه عشان تكسب. حاطط احمد شريف ليه مش عارف، ولما جيت تغير تغييراتك كلها بصراحه سيئه، قلبت المباراه في الشوط الثاني، في النص الثاني من المباراه، من ساعه نزول محمود جهاد وعبد الله السعيد الدنيا اختلفت. الشوط الاولاني اللي هم ما راحوش عدوا نص الملعب، الشوط الثاني وصلوا العواد وضيعوا وجابوا فاولات على 18، لان تغييرات ماشي. دونجا اتصاب، طيب انت عندك شايف ان في سرعات وفي كرة سريعه وفي بتاع، مش ناقصه بطء هي، تحط عبد الله السعيد، هو مش لازم، مش قرآن ان يلعب والنتيجه 2-3 يلعب، وانت مش ماسك كوره ينزل يمسكك كوره، انت عامل كل حاجه، انا ما اعرفش المهم. من ساعه لما نزلوا بدات بقى الخطوره وبدات الهجمات المرتده وكده. الجزيري بيجيب جون، بيتخرجوا ليه يا جدعان؟ مش قرآن برضو ان انت تلاعب عدي، لاعب عدي والنتيجه 2-3 تبقى ضامن، انما مش لسه على كف عفريت، واخد بالك؟ شايف فيزيرا عمال يتضرب وبتاع، نزل حد يشيل الحمل عليه الناحيه الثانيه. ناصر ماهر يطلع، يلعب ناصر ماهر من البدايه قدام الاثنين ديفندرات وتحت الفيرو، وبعد كده يطلع ينزل مكانه عمر كايد ده ولا ادم كايد، ينزل مكانه. وفين وفين بقى لما تضمن النتيجه تبقى تنزل عدي الدباب. مش عارف، هل بقى ان انت مش قاعد مع الفرقه ولا دارس الفرقه ولا امكانيات لعيبتك؟ انا ما اعرفش، انا بصراحه ما اعرفش. وفي عز ما انت الهجمات مرتده ونزلت لي محمود جهاد وعبد الله السعيد، قمت جاي عامل تغييرتين تاني ومنزل ادم كايد وشيكوبانزا، اللي هو كان لازم يا يبدا من الاول، يا اول الشوط الثاني كان لازم يبدا. فالملعب اتفتح وكان ممكن يخش في الجون في اي وقت. على العموم مبروك لجماهير الزمالك، والنهارده ما رضوش، الحمد لله ما عكنوش على جماهير الزمالك في يوم محمد صبري، وكويس ان انتوا كسبتوا، اهم حاجه الثلاث نقاط. اشوفكم ان شاء الله قريب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا، والله العظيم بتوحشوني بجد بس طبعا كان غصب عني، لان كان طبعا وفاة الراحل كابتن محمد صبري، وكان ساعتها ماتش منتخب مصر، كان الواحد ساعتها ملوش نفس ان هو يحلل. وجي كمان الماتش بتاع اوزبكستان تكسب مصر 2-0، وبعد كده نتعادل مع كاب فيردي ونلعب ضربات ترجيح في بطولة انت المفروض ان انت تروح تاخدها وانت مغمض وترجع. فطبعا كل الظروف دي مع الوفاة سدت نفس الواحد ان هو كان يعمل فيديو الفترة اللي فاتت دي. ولكن النهاردة بعد مباراة النادي الاهلي لازم نعمل فيديو وندي للنادي الاهلي حق. الشوط الاولاني عمل مباراة كبيرة، كان المفروض تطلع 4 و5-0 الشوط الاولاني، نجمها كان تريزيجيه صراحة
واشرف بن شرقي. دول كانوا ابرز 2 لعيبه الشوط الاولاني، وهم اللي كانوا عاملين الشغل كله والاداء اللي احنا شفناه. نزل الشوط الثاني النادي الاهلي ضامن في جيبه 2 جونين، ضامن المباراه والدنيا زي الفل، وفرقه ملهاش انياب، وهم ضاغطين على طول فرقه النادي الاهلي ومستحوذين. واذ بالشناوي على غير العاده يرجع فرقه شبيبه القبائل تاني للمباراه. ازاي بقى تمشي 2-0 والدنيا سهله كده؟ لا، لازم يبقى لي بصمه. فكوره غريبه الشكل تيجي في كعب رجله وتخش، كوره عرضيه ملهاش لازمه، ولكن ده اللي يدل بقى ان ايه، آن الاوان ان مصطفى شوبير لازم يقف بقى يحرس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، سواء هو او احمد الشناوي بتاع بيراميدز. لان بصراحه محمد الشناوي البركه حلت عنه خالص الفتره اللي فاتت دي، وتحس كده اللي كانوا وز هيطلعوا الفتره اللي جايه دي بط. ليه؟ لان حتى النهارده وهو حس بالحرج، فهو اللي طلب التغيير. خلي بالكم، ودي حركه انا بشكره عليها، لان لو كان كمل كان ممكن في كورتين، كان ممكن منهم واحده جون، وكان المباراه ازمت اكتر، وكانت الدنيا هتبقى مش احسن حاجه معاه مع جماهير الاهلي. ولكن هو حس ان هو مش قادر، فقام جاي، او ان هو مش يومه، فطلب التغيير وغير ونزل مصطفى شوبير اللي صد انفرادين، 2 انفراد على غير العاده. متهيألي لو فيهم واحده الشناوي كان موجود كان فيهم واحده هتخش. وده مش تقليل، احنا بنتكلم ان الشناوي طبعا قعد فتره كبيره هو رقم 1 في مصر، وهو احسن حارس في مصر، بس خلاص بقى كل وقت وله اذان، ودي سنه الحياه. شوبير طالعه ما شاء الله، حتى لما جه يقف السنه دي في اول الموسم اللجان اشتغلت والدنيا اشتغلت، وانتوا عارفين اللجان دي هي اللي مشت شوبير الاسم الكبير اللي هو بيمشي اي حد، وكان بيتكلم على اي حد ما بيهموش اي حد. تخيل ان اللجان دي مشيته، فهو خدوا ذنب مصطفى شوبير بذنب ابوه، وبداوا يهاجموه ان هو ما يقفش والكلام ده. ولكن ادي النتيجه، شوف بقى ربك تلف ومصطفى شوبير يركز وينزل ماتش المنتخب يصد 2 ضربات جزاء. سيبك من الاثنين اللي طلعوا بره، صد 2 ضربات جزاء، واخد بالك؟ وربنا بيديله حقه بقى، يعني ربنا العدل بيديله حقه وبيرجعه بقى بالشكل اللي انتوا شفتوه النهارده ده. الماتش اللي فات بتاع المنتخب لما ينزل يصد ضربتين، مع العلم ان الشناوي متميز يعني بصد ضربات الجزاء. ما تنسوش السوبر المصري السنه اللي فاتت لما كان لو شيكابالا جابها هيجيب جون وياخد الكاس، هو انقذ الدنيا ورجع الكاس تاني للجزيره بس خلاص بقى، هي دي سنه الحياه يا كابتن شناوي بقى. يعني الاوان بقى ان شوبير هو اللي يبدا، وانت يعني خلاص اقف لغايه ما ترجع تقاتل تاني وتجيلك الفرصه تاني، والدنيا تبقى بس بالمجهود مش باللجان. يعني بالمجهود مش باللجان. وانا مستغرب والله العظيم، يعني شوبير امبراطور الاعلام وناظر الاعلام، والراجل اللي هو بصراحه لما جه النادي الاهلي يمكن القناه بقى ليها رونق تاني. يتضحى بيه عشان لجان، يتضحى بيه عشان لجان، دي حاجه غريبه الشكل بصراحه يعني. المهم نرجع مرجوعنا. الاهلي بيجيب الجون الاولاني عن طريق تريزيجيه، بعد كده بيجيب عن طريق محمد شريف. وانا برضو ما اعرفش النهارده، يعني انا الراجل عجبني في شويه حاجات بس ما عجبنيش في التغييره دي. عجبني قوي ان هو مصمم على ديانج ومقعد بن رمضان ده كان كارثه، سبب الاداء السيء الفتره اللي فاتت دي بن رمضان لما كان بيلعب في نص الملعب، لان لا كان بيدافع ولا بيهاجم، وكله لعبه فاولات، ولا بيعمل اسيستات ولا بيشوط على الجون، ولا يعني مالوش ميزه. فانا عجبني الراجل ده من يوم ما جه النادي الاهلي. كان عايز يمشي ديانج، وجابوا احمد رضا السنه اللي فاتت وطلعوه اعاره، حاجات كانت تجنن يعني. وكل ده عشان يجدد. دلوقتي ممكن ديانج يجدد عادي. ليه؟ لان الراجل محتضنه، الراجل عايزه، قال لهم واكبر
اداره النادي الاهلي ان هو لازم يتجدد للراجل ده، لان ديانج يعني انا سامع وانتم سامعين ان هو مضى مره في مش عارف نادي قطري ومره تاني في نادي